وحوي وكمان وحوي. أصل مقولة وحوي يا وحوي إياحة ترجع للفراعنة، وإن هي أصلها واح واح إياح، وواح واح إياه يعني عاش عاش إياح، وإياح دي هي الملكة إياح حطب، وهي أم أحمس وزوجة الملك سقنن رع. عاشوا في أواخر القرن السابع عشر. طبعا الهكسوس كان داخل في الوقت ده مصر، فطلبت من جوزها إن هو يحارب الهكسوس ويطردهم بره مصر، ولكن جوزها مات في المعركة. ذهبت لابنها الكبير برضه وطلبت منه إن هو يطرد الهكسوس، ولكن ابنها الكبير كمان مات في المعركة. راحت لابنها الأصغر وهو أحمس، وهو كان مشهور جدا أحمس بأن هو قاهر الهكسوس، وطرد الهكسوس برا مصر درجة أن هو جري وراهم، وده بسبب أن أمه كانت بتشجعه لذلك. فلما انتصروا المصريين على الهكسوس وطردوا الهكسوس برا مصر، احتفلوا بنصرهم على الهكسوس وكانوا فرحانين جدا، وكان الفضل يرجع لإياه حطب. وجم المصريين احتفلوا بيها وبدأوا يهتفوا باسمها واح واح إياح، يعني عاش عاش إياح.